رسميا الريال يتدخل لحل أزمة مبابي ويجهز عرضا ضخما. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ بالتفاصيل، برأيك هل سيقبل باريس عرض ريال مدريد؟ شاركونا بالتعليقات. يبدو أن ريال مدريد الإسباني جاهز للدخول على الخط وحل الأزمة القائمة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجم كيليان امبابي، وذلك من خلال التقدم بعرض لضم قيد ديوك هذا الصيف عوضا عن الانتظار لمدة عام للحصول عليه دون مقابل، وذلك وفقا لصحيفة لو باريسيان. وقبل أيام معدودة على انطلاقة الدوري الفرنسي الذي يفتتح سان جيرمان في مواجهة لوريان في 12 من أغسطس الحالي، لا يزال اللاعب الفرنسي كيليان امبابي خارج حسابات النادي الباريسي الذي استبعده عن جولته الآسيوية بسبب رفض تفعيل بند تمديد عقده حتى 2025. وتوقعت لو باريسيان أن يستبعد امبابي أيضا عن تمارين الفريق الأول من أجل الضغط عليه بهدف تمديد عقده وعدم الرحيل الصيف المقبل كلاعب حر من دون مقابل. وأفادت الصحيفة أن الرئيس القطري لسان جيرمان لا ينوي التراجع عن قرار استبعاد امبابي من أجل تجديد أو الموافقة على رحيل هذا الصيف. وأضافت أن ريال مدريد قد يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع امبابي بعد 15 من أغسطس الحالي، أي قبل قرابة أسبوعين فقط من إقفال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل إحراج سان جيرمان وإجباره على الموافقة من دون المغالاة في مطالبه المالية. وإذا كان الحق تعاقدي بين الطرفين ولصالح امبابي الذي يستطيع احترام عقده الموسم المقبل وعدم إجباره على الانتقال، فقد استعمل سان جيرمان سلاح الاستبعاد للضغط عليه. وكان الخلاف واضحا عندما قال خلال تقديم مدرب الفريق الجديد الإسباني لويس إنريكي في 5 من يوليو إنه يتعين على امبابي تقوية عقد جديد إذا أراد البقاء. وتابع: إذ لم يشأ امبابي تجديد العقد فإن الباب مفتوح أمامه للرحيل بطبيعة الحال. الأمر سيان بالنسبة لجميع اللاعبين الآخرين، فلا أحد أكبر من النادي حتى أنا. ويشك سان جيرمان أن ابن 24 عاما توصل إلى اتفاق يقضي بانتقاله في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد وحصوله على مقدم عقد ضخم، وبذلك يكون فريق العاصمة الإسبانية قد وفر الكثير، ولن يكون مجبرا على تسديد أي مبلغ لبطل الليغ 1 مقابل الحصول على خدمات بطل مونديال 2018 وأيضا وصيف مونديال 2022 في 30 من يوليو لعام 2024. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.